خليني اقول لكم انه الناس اللي بتحب الاكل اللي من دول تانية او اماكن تانية النهارده هينبهر. سليم ما ينفعش ان هو يبدا يصور حاجه من غير ما يشوف كل تفاصيلها، فاحنا مش جايين بس ناكل اكل السوداني، احنا هنشوف الاكل يا جماعه وهو بيطبخ. فاحنا دلوقتي في المطبخ وداخلين على الشيفات وهم بيطبخوا. انا طبعا زي ما انتم شايفين هم بيجهزوا الاكل سواء بقى السلطات او ايا كان الحاجات البسيطه اللي بنحتاجها، وعلى شمالنا هنا بقى المشاوي كلها. يشووا الحاجه هنا. الاكله دي دجاج اجاشيه، تمام. الاكله دي اساسها سوداني، عندنا منها التشيكن والبيف. يعني مثلا الاجاشيه ده حاجه من الحاجات المحبوبه جدا، مالها بتهيألي انا مالهاش اي توقيت عندهم، يعني الموضوع مالوش توقيت. الاكل نفسه شكله شهي، جاهز ان هو يتاكل باذن الله. متوقع ان التجربه كلها تكون مختلفه. حاجه تانية مثلا زي الشيا الجمر. الشيا الجمر دي عباره عن اقرب حاجه للكباب اللي هو المصري بتاعنا. ده بيتعمل من فيليتو البلدي، ارقى قطعيه في قطعيات اللحوم الموجوده في السوق. يعني انا حاسس ان الموضوع مش بنعمل اكل قريب شويه للاكل السوداني، لا هم هنا فعلا بيعملوا الاكل السوداني بكل تفاصيل. كل الناس اللي شفتها في المكان سودانيين، فده معناه ان هو جاي ياكل الاكل اللي متعود اصلا في العادي ان هو بياكل في السودان. السودان معروفه بالثروه الحيوانيه، فموضوع اللحوم عندهم ده حاجه اساسيه في حياتهم. زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي قاعدين في المكان والاكل بدا ينزل. تعالوا بقى افرجكم على شكل الاكل كده وهو لسه معمول حالا دلوقتي. تجربه مره مختلفه. اشتركوا في القناه دلوقتي وقولوا لايك على الفيديو ده عشان ان شاء الله نكمل باذن الله فيديوز واكلات من دول تانية. شايفين شية الجمر. ايوه بالفحم. قلتها حلوه اخيرا. أيوة. ماشي. شية الجمر دي شكلها مختلف جدا، عباره عن لحمه صح كده؟ ايوه لحمه قلنا بقى ضاني. مكوناتها ايه؟ دي لحمه ضاني. حلو. بتكون متبله بتوابل اساسيه بس بسيطه، تحفة. ملح تحفة. وفلفل وثوم. اوكي. وبتتعمل في الفحم مباشره. شيء الجمر بنعملها في عيد الاضحى اكثر حاجه، يعني بتتعمل بكميات كبيره. أوكي. بيكون في الصاج الكبير بيكون قاعد في الفحم بيتعمل فيه شيء الجمر. اللحمه في طبيعي بس ببصل وشويه بهارات وحاجات كده، عباره عن قطع لحمه صغيره بتتبهر بهارات بسيطه، ملح وفلفل اسود وكزبره، وبتتعمل على صاج مقدقد معين كده للفحم. الطحينه السوداني معموله من ايه بقى؟ من الطحينه، من هي طحينه السمسم. تاني حاجه عندنا ده ايه ده بقى؟ ده الفول السوداني العادي. أوكي. هو نفس الفول المصري بس أوكي. الفرق انه بنعمله بزيت السمسم. ايوه شكله مختلف جدا وريحته كمان مختلفه. وعليه ايه بقى اللي عليه ده؟ جبنه بيضاء. جبنه بيضاء. هنجرب دلوقتي نشوف طعمها هيبقى مختلف او زي الجبنه المصري ولا لا. نجرب الفول السوداني اللي هو فول مصري بس معمول بتتبيله سودانيه. اوكي نجرب. نفس تتبيله الفول المصري بس حلو قوي. زياده الجبنه دي بصراحه مدياله طعم جميل قوي. الفرق الاساسي في الزيت، احنا بنستخدم زيت السمسم ولا زيت الفول السوداني، هو بيكون ظاهر معاك. صالح بيقول لي ان طعميه السوداني احلى صح؟ الطعميه السوداني احلى. طب يلا نجرب. بسم الله. الفرق انه احنا طعميتنا دي بنعملها بحمص بدل الفول، فيعني كبكبيه اللي هو الحمص. باين فيها قوي طعم الحمص عامه. الاجاشيه عباره عن أوكي. فراخ او لحمه. حلو قوي. الفراخ بيتقطع شرايح رقيقه او اللحمه نفس باين. الشيء. باين. بعد ذاك بيتبل بتتبيله بتاعت زبده فول سوداني اللي هي أوكي. نفس الدكوه. حلو. بتتعامل معاه بهارات تتسرق اسمها كويس. الدكوه اللي هي دكوه. الدكوه. البودره بتاعت الاجاشيه بتتعامل بدكوه. حلو. ومعاه بهارات مختلفه. تحفة. يعني فيها حاجات كثيره كده. اصلا كان بيجينا من الغرب في السودان. بتتفرق بصوره كويسه مع بعض، بتكون متجانسه جدا البودره. حلو أوي. بتجيب الفراخ او اللحمه بتاعتك بتتبلها فيها كويس. تحفة. بتعمل معاه زيت. بتخليها مسافه شويه لحد ما تتماسك. بعد كده بتيجي تتشوي في نفس الفحم. الطريقه بتاعت الفراخ البانيه بالظبط اللي بتعملوا في بيها. السودان كانت بتتعامل في الطريقه بتاعت الشوي حقها بتكون في الارض. حلو. بيجيبوا التراب بيحطوه دائره حلقه كبيره. اوكي. بيتعامل كده بيتثبت بالمويه. بتغذى فيه الاعواد او الاسياخ بتاعت الاجاشيه. بعدك بيكون في النص في الفحم. في الاساس هو فراخ بانيه عاديه، شكلها نفس البيس بتاع الفراخ البانيه العاديه، بس في التتبيله ممكن يكون هنا شكلها مختلف قوي. باين الشوي فيها، باين الشوي فيها بجد معمول على الفحم، معمول على الفحم. فمدياك طعم الكباب في مصر او طعم الكفته في مصر شويه. طعم الكفته هو ده طعم الباربيكيو. حلو. الاجاشي انا بالنسبه لي بصراحه كاول مره اجربه هديله يعني 7.5 من 10 بالطعم ده. حلو. في مناسبه معينه او حاجه معينه لازم فيها اكل الفراخ الاجاشي بالطريقه دي، ولا عادي ممكن يوم غدا عادي او في وجبه عاديه او ايا كان؟ والله نحن يوم غدا عادي، مناسبه عاديه، لما بتاعت اصحاب، لما بتاعت اسره، العشاء بالليل. البرنامج ثابت اجاشي اغلب الوقت يعني ملهاش مناسبه معينه او ملهاش حاجه معينه ان انت لازم تاكل. سلطه الدكوه. سلطه الدكوه اللي هي السلطه العاديه بس بزبده الفول السوداني. يعني مكونات السلطه العاديه الطماطم الخيار كل أيوة، ده الطماطم بس الخيار والبصل والليمون وزبده الفول السوداني. بس حاطين عليها زبده فول سوداني. ايوه اللي هي اسمها دكوه في السودان. الدكوه حلو جدا. لو انا عايز مثلا اكل الطعميه مع سلطه او مع طحينه او حاجه، ايه اكتر طحينه في العادي ان انا باكلها في السودان في الطبيعي؟
مثلا ده بناكلها مع السلطه الدكوه طوالي. مع السلطه مش مع مع الطحين. السلطه عادي، سلطه عاديه. بس عايز اعرف بقى ازاي معموله بالفول السوداني. تعالوا نشوف طعمها عامل ازاي. بسم الله. ما حسيتش فيها طعم الفول السوداني، لسه سلطه عاديه خالص. طب ايه الاكلات التانية اللي في العادي بناكلها في الغداء في السودان؟ النبايخ او الملاحات، يعني الباميه، القرع، أوكي. الرجله، الملاحه والطبيخ، يعني زي عندكم الملوخيه او كده ده. أوكي. بس بطرق مختلفه. حلو. بتتعامل باللحمه، البيز بتاعه بيكون لحمه ودمعه. لازم لحمه او دمعه، بعدك بيكون معاها الخضار، يعني زي الباميه، القرع، البطاطس، الرجله بتتعامل بعدس. في مصر هنا في اكل كده انت ممكن تاكله في مطعم، وفي اكل انت متعود تاكله في البيت. اكل المطعم معروف ان هو بيبقى معمول احسن شويه، اغلى شويه، مش زي اكل البيت. فده يعتبر برضو اكل مطاعم مش اكل البيوت قوي. لا ده اكل البيت عادي. انت الشيء دي في البيت حاجه رئيسيه في عيد يعني الاضحى. بتعمل كده بتتعامل كده كل يوم بتاكله كده. بناكل شيء حاجه اساسيه عندنا شديد. ده في الطبيعي. طبيعي يعني ما كل لحمه في صح كده؟ عندنا اطباق ثانيه، لكن دي من الاطباق المشهوره جدا في السودان. الشيء السودانيه والاقاشي السوداني. حلو بصراحه، تجربه مختلفه، الاكل فيه روح مختلفه شويه. كنت احب قوي اكتر ان انا اجرب الاكل اللي هو بيتاكل في الشارع بقى، لو في اكلات شارع سودانيه. الاقاشي ده اكل الشارع بالمناسبه، زي الكبده بتلقاها. مبدئيا زمان ما كان في عيش في السودان. كان الناس بتاكل الاكل يا اما بالقراصه او بالفطير او بالكسره. القراصه زي البانكيك يعني تقريبا بس اكبر شويه. الفطير اخف شويه منها. اما الكسره بتتعمل بدقيق الفتريتا ما بدقيق القمح. القراصه والفطير بيتعملوا بدقيق القمح. ده البيز بيكون الحاجه الاساسيه اللي بيتاكل بيها بدل العيش، اللي هي الطبائخ المختلفه، يعني سواء كانت الباميه المفروكه، الطبائخ عموما يعني بكل انواعها. انا عايز اكل. بصراحه انا تجربه الاكل عجبتني، واحلى حاجه واحنا قاعدين مع الشباب كده هم هيقولوا لكم سريعا كده راي كل واحد فيهم في الاكل، وانا هقول لكم بسرعه في الاكل ان شاء الله. ماشي، ايه رايك في الاكل؟ الاكل السوداني عشان انت سوداني فطبيعي تقول كده. طيب ايه رايك في الاكل؟ جميل جدا. طيب وانا تجربتي في الاكل، اولا حاجه اول مره اجربها فحس ان هي مختلفه. عجبني الموضوع بصراحه ان هي معموله كلها على الفحم، ففي طعم مختلف قوي. تحس ان انت مش بتاكل اللحمه والفراخ البانيه بالتقليديه او بالطريقه التقليديه اللي احنا بناكلها عندنا في مصر. تاني حاجه هي الاستقبال في المكان ده. المكان ده استضافوني النهارده، اسمه ايسلاند، موجود في السوق الشرقي في الرحاب. استضافه جميله جدا، الناس لذيذه، ودي احسن حاجه عندهم بصراحه الاستقبال. وانا دايما بحب لما اروح حاجه عشان اجربها، ما بحبش الاكل ينزل لي بس. فعجبني قوي ان هم دخلوني النهارده المطبخ، ان هم وروني كل تفاصيل الاكل وهو بيتطبخ. قولوا لي في الكومنتس لو حابين بارت 2 من الفيديو ده يكون بيتكلم عن الاكل اللي بيتاكل في البيوت في السودان، يعني الحاجات اللي فيها طبيخ وخضار وحاجات كده. اشتركوا في القناه دلوقتي، قولوا لايك على الفيديو ده عشان ان شاء الله نكمل باذن الله فيديوز واكلات من دول تانية. لو انتوا حابين نجرب حاجات تانية اكتبوا لي في الكومنتس ايه الفيديوز اللي حابين نعملها عن اكلات او عن مواضيع تانية في الفيديوز الجايه. انا سليم، سلامكم الله.